الحسن الثاني رشقات ليه على ميزان هواره وطلب من الجوق الرسمي يضرب له ميزان هواره. الجوق ما عرفش الميزان، دا كيتعكلا كيلاقي. الحسن الثاني طلع ليه الدم ويدخل عمر السيد ديال الناس الغيوان، قال له انه كيعرف واحد المجموعه امازيغيه راه كتعرف الميزان هواره على حقه وطريقه. الحسن الثاني قال لهم والو دابا يحضروا درك تجيبوهم درك. ديك الساعات الفرقه ديال الاذنزارن وكاع الاعضاء فينام راه كاع مجليين في نواحي اكادير. العامل ديال المدينه مشى جمعهم وصيفطهم في طياره خاصه للقصر، تم استدعائهم باش يقدموا اغنيه ديالهم قدام الحسن الثاني. ديك الساعه راه كلهم كيترعدوا حيتاش اول مره غيلعبوا قدام الحسن الثاني. شداتهم الهيبه شداتهم الخلعه، والمسؤولين على البروتوكول قالوا لهم راه الحيز الزمني اللي مخصص لكم عندكم 5 ديال الدقائق. الاعضاء بقاو في الكولوار ديال القاعه تجي نوبتهم، ومنين جات نوبتهم دخلوا نيشان مدرمين قاصدين المنصه وبداو في العزف بحال الا راهم في شي سوق ماشي في حضره ملك. خرقوا البروتوكول اللي تيقول انه حتى واحد ما كيبدا حتى الملك يعطي الامر ديالو. الفنانين والحجاب والوزراء والجنرالات الحاضرين تخلعوا، مصطفى شاطر والمجموعه تا هما تخلعوا. ويلي شنو درنا ياك ما قفرناه كلشي سكت. الحسن الثاني ناض من الكرسي ديالو في وسط القاعه، الكرسي ديالو اللي كان مرتفع على الجميع، واتجه نحو المجموعه. امالكم وقفتوا كملوا. وباش يزيد يبين الفرحه ديالو هز هو البندير وبدا كيشطح معاهم وكل شيء مبهوت. وشاركهم الحسن الثاني العزف على البندير والالات الاخرى. ايوا وديك ال5 ديال الدقائق تجبدات لساعات ديال النشاط. النشاط حتى شاط مع الحسن الثاني الله يرحمه.